وجدتها. اللؤى أصل الحكاية. فقدت رجلي الاتنين في الحادثة. كان في قطر جاي تاني عكس. كان الموضوع صعب عليا جدا لما قالوا لي مش هقدر اتحرك تاني غير بكرسي متحرك. كنت دايما حاسس ان حمل تقيل قوي على الناس اللي حواليا. انا اسمي اكرم حبيب، عندي 39 سنة، بشتغل في مجال الكمبيوتر، بشتغل في صيانة وبيع. أنا مريت باختبار كده هشارك معاكم فيه. أنا حصلت لي حادثة سنة 2000. أنا كنت رايح المدرسة الصبح، وكنت عشان أعدي على المدرسة لازم أعدي على شريط قطر. فكان في قطر معدي فعلا، والحديد أو الجنزير كان مشدود، والقطر عدى والجنزير نزل، وأنا كنت لسه بقدم أول خطوة. كان في قطر جاي تاني عكس في وقت غلط، ما كانش حد عارف بوقته، حتى عامل مزلان ما كانش عارف. المهم أنا في لحظة ما حسيتش بأي حاجة، أنا اتنقلت للسما وخلاص. أنا المفروض إن أنا انتهيت، يعني أنا ما كنتش حاسس بأي حاجة أكتر من أنا شايف بعينيا لون أزرق كله حواليا. بس سمعت صوت قال لي أنت مش هتموت. وفي لحظة أكن قنبلة اترمت من دور كبير قوي، نزلت وانفجرت جوايا تاني وردت فيا الروح. الأغرب إن أنا حافظ تفاصيل الحادثة كلها. أول حاجة عملوها، أنا لقيت نفسي متغطي بورق. هو حد أنا كنت مت، ولا سمعت صوت حد جنبي بيقولوا شيل الورق من عليه ده عايش، وبدأوا يشيلوا فعلا الورق من على وشي. كل اللي سمعوا حواليا صويت وناس عمالة تصوت، وببص جنبي لقيت واحدة ست قعدت ترش على وشي مية. فلفيت وشي الناحية التانية بعيد عنها، لقيت نفسي في صدام مع سواق القطر اللي خبطني. هو أنا مش فاهم فيه إيه اللي حصل. أنا شايف إن العربية واقفة بتاعت القطر والسواق طالع بيبص عليا من فوق. طلبوا مني في الشارع إن هم عايزين رقم تليفون ليا لو أنا أقدر أقول، يعني هو ما كانش فيه موبايل في الوقت ده، كان التليفونات الأرضي. فعلا اديتهم الرقم بتاع البيت عندي، واتصلوا بوالدي والدتي. انا كل ده برضه انا مش فاهم انا حصل لي ايه. ابويا وامي جم، لقيتهم في منظر صعب جدا وعمالين يصوتوا وبيصرخوا، والناس حواليا عماله تصوت وتصرخ، وانا عمال اقول لهم انا كويس مفيش حاجه، الموضوع بسيط يعني في ايه. قعدت في الارض بنزف حوالي نص ساعه لحد ما جت عربيه الاسعاف. ركبت عربيه الاسعاف وبدات العربيه تلف على المستشفيات. في الوقت مش اي مستشفى استقبلتني، المستشفى اللي استقبلت الحاله بتاعتي كانت اغرب مستشفى، يعني ودي كانت ترتيب حكمه ربنا ان بيقول انك هتعيش برضه. انا رحت مستشفى في شبرا اسمها كوتشنر العام او شبرا العام. المستشفى دي في التوقيت ده بعد ما فقت يعني وحكوا لي، قالوا لي ان التعقيم كان بيتم من خلال حلل بميه سخنه، فما كانش فيها اي امكانيات ان هي تعالج الموقف. احكي لكم برضه موقف. يعني انا وانا داخل المستشفى في الترولي، انا عارف ان الاسانسير هيعطل، بس مش قادر اقول لهم لان كنت خلاص انا ما كنتش قادر اتكلم، وصلت لمرحله مش قادر انطق تاني. الاسانسير عطل، وقف في نص الدور الاولاني، ونزلوني وشالوني، طلعوني عمليات متشاله. والدتي ووالدي قابلوا الدكتور، قال لهم هو فقد النبض مرتين، انا مش عارف هو ازاي عايش. بس للامانه هو الدكتور كان غالبا اسمه جورج، قال لهم انا كنت حاسس ان البابا كرولوس موجود معايا في العمليات، بس هو لو عدى عليه 72 ساعه يعني هيكمل. اراده ربنا طبعا كانت فوق كل شيء، يعني ان انا هعيش مش هموت. خرجت من العمليات واتنقلت اوضه، قعدت فتره مش مدرك انا ايه اللي حصل لي، وهم مش عايزين يحكوا لي انا فيا ايه. بالتدريج بقى قعدوا يفهموني، وانا مش قادر استوعب برضه كل اللي انا حاسس ان في تقل في رجلي كبير جدا، انا مش قادر اتحرك. قعدوا يحاولوا يشرحوا لي الموقف، وطبعا كان الموضوع صعب عليا جدا لما قالوا لي ايه اللي حصل، وخصوصا ان فقدت رجلي الاتنين في الحادثه. رجل منهم فقدتها في الحادثه في ساعتها، والرجل التانيه فشلوا ان هم يسعفوها، فاضطروا لبتر الرجل التانيه. طبعا مش هحكي لكم ان هي كانت رحله الام، دي كانت
رحله صعبه جدا 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 جدا، وكان صراع فظيع جوايا مع ربنا، خصوصا ان كان لسه ببدا حياتي، يعني 14 سنه لسه بقول في حياتي انا طالع، فانت ما طلعتش. كان ولاده جديده لاني اعتبرت نفسي اتولدت، كنت شخص عادي وكنت بتعلم المشي، ومره واحده اتولدت بولاده جديده اني مش هقدر اتحرك تاني غير بكرسي متحرك. قعدت في المستشفى بتاعت شبرا 3 شهور، وبعد كده اتنقلت لمستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر، قعدت فيها 9 شهور. كانت رحلة صعبة جدا جدا جدا، بس مش هقدر انكر ان كان ربنا دايما بيبعت لي تعزية كل يوم. يعني انا كان بيجيني مسج رسالة كل يوم عن طريق ربنا من الناس اللي بتيجي تزورني. الوجع والألم اللي شفته ما كانش سهل، لاني وصلت في مرحلة ان انا عشان اخش تغيير جرح لازم اتحط في بنج. المرحلة الأصعب إن الدكاترة خافوا لفترة إن أنا يحصل لي فشل كلوي بسبب كمية البنج اللي باخدها، فبدأوا يغيروا لي من غير بنج. فكنت عشان الدكتور يعمل حاجة زي كده كان لازم يكتفني في السرير، لأني أنا من قوة الوجع كنت هضرب الدكتور في مرة. اتنقلت بعد كده، خرجت واتنقلت في البيت عندي، رجعت بيتي. أنا ساكن في الدور الثالث. الفترة الأصعب وكانت الصراع النفسي بقى اللي كان بيني وبين ربنا، أنت ليه عملت كده فيا؟ لأن كنت دايما بتهم ربنا إن هو اللي عمل فيا كده. طبعا مع سمع الكلام الطبيعي بتاع المصريين الجمال، ده قضاء ربنا وقدره، ارضى بقضاء ربنا ونصيبك. وطبعا الكلام ده بيخليش الواحد يقرب من ربنا، بالعكس ده بيخلي الواحد يبعد عن ربنا، لأن لو هو قضاء ربنا فإزاي الله بيحكم علينا إن يحصل لنا كده لو هو ده مقدره في حياتي؟ كانت صراع كبير جدا ما بيني وبين ربنا، لأني أنا ما بقدرش أنزل من البيت. أنا ساكن في الدور الثالث، عشان حد ينقلني لازم حد يجي يشيلني. كنت دايما حاسس ان حمل تقيل قوي على الناس اللي حواليا، حتى يعني مفيش حركه عشان تتحرك، البيت كله حاله اتشقلب. بدأنا نشيل العفش من البيت لان بقى في كرسي متحرك بيتحرك بيخش من الاوضه ديت للاوضه دي. طبعا حياتنا كلها اتشقلبت، والحياه كانت بالنسبه لي صعبه جدا، وحسيت ان انا اتسببت في ازمه كبيره جدا في بيتي. فكنت كل شويه اقول له انت ليه عملت فيا كده؟ يعني انا عشان اتحرك وانزل من البيت انا لازم حد يجي يشيلني، عشان اتحرك واطلع البيت لازم حد يجي يشيلني، وهفضل كده متشايل على ايدي الناس. انا تعبت. طب ما انت لو كنت، ما هي كده موته وكده موته، كنت خليتني اموت في ساعه الحادثه وخلاص. غير اني كنت بسمع بقى كلام من، يعني كنت بسمعها بودني، يعني يا ريته كان مات احسن من الناس بدل ما هو كان عايش كده. وصلت لدرجه مع ربنا ان مش هينفع نكمل مع بعض. انا مش قادر اتعامل معاك وانت عامل فيا كده. يعني يا اموت نفسي عشان اريح نفسي واريح الناس اللي حواليا، لان بقيت عايش في كتله تعب ليا ولكل اللي حواليا. يعني يا تتصرف يا تاخدني عشان ما اعملهاش بنفسي. بدات رحله جديده معاه، وايد بتتحرك معايا بطريقه عجيبه. جالي مكالمه تليفون، انا هعدي اخدك، تعالى نبيت مع بعض يومين. قلت له مفيش مشكله. خدني فعلا، رحت بيت عنده. قابلت هناك عنده شخص هو من الصم والبكم. ده كان كابتن منتخب مصر في كره القدم، صم وبكم. قابلني هناك، هو صاحبه جدا، قال لي هاخدك معايا بكره مكان. وفعلا اتحرك معايا ووداني مكان اتحاد الاحتياجات الخاصه. وهناك انا رايح مش فاهم اي حاجه، برضه انا مش عارف انا هيعملوا فيا ايه. لقيت نفسي قاعد في غرفه اجتماعات كبيره، وواحد رئيس الاجتماع يعني او المدير قال لهم يا جماعه مين هيتولى مسؤوليته؟ في واحد قال انا. اتعرفت عليه، قال لي هتجيني من بكره نادي الوفاء والامل اللي في مدينه نصر، وهنبدا رحله تاهيلك. برضه انا ما فهمتش حاجه فعلا، بس بقى رحت وبدا يدربني على الحركه، وبدا يدرب دراعي ان دراعي يقوى. قلت له انا بقع كتير قوي، هو علمني كمان حتى لو ما ما اذيش نفسي. واحده واحده لقيت نفسي جسمي بدات في حركه فيه غريبه. انا مش عايز حد يشيلني، انا عايز اتحرك. وجوه البيت لقيت نفسي بعمل حاجات غريبه. انا بقيت اطلع من كرسي اتنقل لكرسي تاني بسهوله جدا. انا ممكن انزل اقعد في الارض واطلع من الارض على كرسي تاني. هاخد مغامره بقى ان انا عايز اجيب حاجه من فوق الدولاب، وكنت قاعد لوحدي في اليوم ده. فجبت كرسي طلعت عليه، رحت جايب ترابيزه حطيتها، وجبت كرسي صغير تاني فوق الترابيزه، طلعت فوق الكرسي وطلعت فوق الدولاب. طبعا دي كانت مغامره بالنسبه لي
غريبه جدا انا قدرت اعمل كده. لا الموضوع ده خلاص انا هعمل ابديت بقى، هطور حاجه تاني. قررت ان انا انزل السلم بايدي. وقعت واتخبطت، الحمد لله ما اتعورتش. مره في الثانيه في ثالث مره لقيت نفسي ربنا وقف معايا جامد جدا، اني بدات انزل السلم واحده واحده. بقيت انزل السلم ال3 ادوار في اقل من دقيقه. الطلوع والنزول ما بقاش بالنسبه لي في عواقب خالص، انت ما حدش هيشيلك وينزلك تاني. بدا يرد عليا انك مش هخليك تحتاج لحد، ملعون كل ما نتكل على ذراع بشر. هو قالها لي وهو عملها فيا، لان بقيت انزل واروح مدرستي. رجعت المدرسه تاني بالكرسي. كانت مدرستي بتبعد عن المكان البيت عندي مكان كبير، انا كنت بروح بالكرسي بنزل اعدي شوارع ما بحتاجش لحد. برجع تاني بحط الكرسي بتاعي تحت في السلم تحت، ما بطلعوش البيت، خلاص ما فيش كرسي تاني هيخش البيت. انا حركتي بقت كفيله ان انا اقدر اتحرك من غير كرسي. في مره ما رحت التدريب، المدرب جه شافني متسلق في عمود، قال لي بس خلاص انت كده تمام، يعني انت انزل، ومش عايزين عشان مش عايزين كوارث جديده يعني. بس طبعا رحلتي مع ربنا ما وقفتش لحد هنا، لان انا كنت طالب منه ان انا اعيش شخص عادي. شخص عادي بقى انت هتواجه الحياه بطريقه عاديه جدا زيك زي اي شخص، لان انا كنت لازم انزل اشتغل. بالفعل اشتغلت. بدات في الاول جبت برينتر وكمبيوتر، وكانت دي بدايه شغلي ان انا هشتغل تايبنج. شفت المدرسين اللي كان عندهم دروس، قلت لهم انا جبت مكنه طباعه وكمبيوتر، فانا عايز اطبع ورق. فبدات اشتغل معاهم واكمل دراستي زي ما انا. خلصت ثانويه عامه ودخلت كليه تجاره. وانا في الجامعه الظروف الماديه في البيت ما كانتش احسن حاجه، فكنت محتاج شغل تاني اكبر شويه من اللي انا فيه. بدات ادور على شغل. كنت ساعتها ربنا كرمني واشتريت فيسبا، كنت بروح بيها الجامعه. ودورت على شغل، لقيت شغل حسابات في مصر الجديده عند تاجر بتاع فضه وذهب. هو كان في الدور التاني، في مكتب في الدور تاني، فكان الموضوع بالنسبه لي مفيش مشكله هروح. وكنت بروح فعلا، قعدت اشتغلت عنده حوالي 3 سنين. بروحش الجامعه كتير، بس مهتم بالشغل، وبدات عايز اعمل شغل وعايز اكبر نفسي، عايز اساعد البيت، عايز اعدل كل الحاجات اللي باظت عندي وعندهم في البيت. الموضوع كان تعب جدا، لان كنت في الشغل ده مضغوط، مش قادر اسيب الشغل، لان احساسك بالاحتياج للشغل وانت محتاج فلوس، الموضوع ده كان صعب جدا انك تسيبه. رغم ان كنت مضغوط في الشغل ده جدا. كنت كل شويه اتخانق معاه بقى، طب انا هعمل ايه؟ انت اللي عملت فيا كده. وكل شويه بتهمه ان انت السبب في كل حاجه بتحصل لي في حياتي، فانت لازم تتصرف. مش انت ربنا؟ مش هو القضاء والقدر؟ اتصرف بقى وكمل اللي انت عملته معايا دوت. انا مش قادر على الشغل دوت، انت ليه بتعمل فيا كده؟ انت وصلتني لمرحله انا خلاص كاره نفسي. فلقيت يعني بعد مدى طويل يعني في صوت بدأ يجي لي في التوقيت ده اللي انا فيه حاليا: انت طلبت انك تبقى انسان طبيعي فاتعلمت كل حاجه. فهو كان بيحطني في ضغط بس عشان اتعلم، عشان اللي جاي هو برضه مرتبه. اتصلوا بيا في الكنيسه عندي في الشرابيه: تعال نحضر معانا الاجتماع مره. انا كان بقالي كتير قوي ما دخلتش الكنيسه. فرحت. اليوم اللي رحت فيه دوت لقيت خادم بيقول: يا جماعه اللي عايز ياخد كارد مشاريع صغير يا ريت يقول لي. الكارد من 2000 ل 5000 جنيه. انا ما اهتمتش بالموضوع بصراحه. لقيت حد من اصحابي واحنا خارجين من الكنيسه قال لي: اكرم، ما تيجي ناخد محل انا وانت، انا هفتحه اعمل جزء منه دعايه، احط جهاز كمبيوتر اعمل عليه تصميمات، وانت كنت بتحب صيانه الكمبيوتر واشتغلت في الكمبيوتر فتره، رجع نفس المجال تاني. قلت له: طب انا ما فيش مشكله، تعالى نجرب. فعلا دورنا على محل، ولقيت محل في وش البيت عندي. ورجعنا للخادم اللي احنا سمعناه بيتكلم في الكارد دوت، اتكلمت معاه فقال لي: عايز تعمل كارد بكام؟ قلت له: 2000 جنيه. قال لي: طيب خلاص مفيش مشكله. اتوافق لي على الكارد اللي ب 2000 جنيه وسداده 200 جنيه كل شهر. خدت 1000 جنيه، رحت عملت دبلومه في صيانه الكمبيوتر عشان اعمل شهاده مزاوله مهنه.
وال1000 جنيه التانية المحل كان إيجاره 500 جنيه، دفعت 500 عشان أدفع شهرين، وصاحبي دفع 500 عشان يدفع شهرين عشان أنزل الفلوس اللي علينا. كل واحد فينا حط 500 جنيه. 500 جنيه اللي بقى اشتريت بيها تولز عدة عشان أشتغل بيها هوت إير وكاوية وفكات، وبدأت أشتغل. وخطوة خطوة بدأت الحياة تختلف. كنت كل شوية أقول يا رب أنا نفسي يبقى عندي شركة كمبيوتر واشتري عربية. أنا كنت ارتبطت، وكانت من ضمن برضه الحاجات اللي سببت لي أزمات نفسية جدا إن في ناس كتير جدا ممكن ترفضك لمجرد إنك قاعد على كرسي، مش عشان شخصيتك أو عشان فيك عيب. هو بالنسبة لهم ده عيب كبير جدا، فمش هينفع ترتبط بحد سليم، فأنت روح دور لك على واحدة زيك. فبصراحة بدأت أهمش الموضوع ده من دماغي، لأن لقيته هيأثر عليا في نفسيتي أثر سلبي قوي، وأنا حاسس إن أنا عندي مشوار عايز أكمله، فمش عايز أبص ورايا. لو المشوار ده هيتسبب لي في أذية لا أنا هسيبه. فنهيت موضوع الارتباط دوت. حبة تعب ووجع طبعا، مشاعر زي اللي بتحصل أي حد عادي جدا سليم ممكن يحصل له كده. إيه المشكلة؟ إنك تفركش علاقة ما بينك وبين حد بتحبه. وبصيت وركزت جدا على شغلي، ولقيت ربنا يعني عمال اقول انا ما عنديش فلوس اعمل بيها دعايه للمحل، فبعت لي فكره جامده جدا. كنت بعمل شغل ببلاش، يعني كان ممكن يجي حد يصلح عندي. كان كل التارجت بتاعي ان انا عايز اجمع 20 جنيه كل يوم عشان ادفع بس ال 500 جنيه اخر الشهر يبقوا معايا. هو ده كان التارجت بتاعي. بعد كده هعمل بقيه الشغل ببلاش. بدات خطوه خطوه في حاجات عماله، يعني بدات اتعرف بسبب الموضوع ان انا ما باخدش فلوس. الناس بقت تطلع عليا فلوس ما باخدش فلوس. المكان بتاعي كان في المحل ما كانش حيوي، لا قدرت اعمل داتا لنفسي وعملاء، وبقى عندي زبون للمكان. الناس كلها بتشوفه بتبقى عاوزه تساعده، او ناس بتطلب ان هي تساعده، بس في الحقيقه ان اكرم هو اللي بيساعد الناس كلها، وبيساعدنا وبيساعد صحابه، وهو سبورت لينا كلنا في كل حاجه. في مره كنت مثلا قاعد متضايق، وقال لي متضايق ليه وكده، فقلت له اكرم الجهاز عندي مفيش شبكه ومتلخبط وكده، فقال لي يلا بينا وطلع معايا. قلت له اكرم يعني ساكن في الدور الخامس، قال لي يلا بينا وطلع معايا وظبط لي الشبكه وظبط لي الكمبيوتر وظبط لي كل حاجه. بقيت قاعد مصدوم طبعا من اللي هو عمله دوت، عشان خاطر بس يثبت لنا حاجه واحده بس، اللي هي الاعاقه ما بتبقاش في الجسم، الاعاقه في دماغنا احنا. كان متمسك بربنا جامد جدا في الاختبار اللي هو مديهوله دوت، خلانا كلنا متمسكين بربنا وبنآمن بربنا بحاجه زي كده، وتجربه زي كده مديها لواحد صاحبنا في وسطينا يعني. شويه كده وعرفت احوش قرش بسيط، وحد ساعدني ان انا اروح انزل بورسعيد اشتري عربيه. فعلا جبت عربيه، كانت مبلغ بسيط جدا، بس لسه يعني قلت له انت جبت لي العربيه بقى فاضل الشركه. بالتدريج الايد اللي ما سابتنيش طول المشوار، رغم اني اعترضت عليها كتير قوي وكنت دايما بتخانق معاها، ما سابنيش برضه. مجموعة من اصحابي طلبوا مني ان ياخدوا مكان عندي في المنطقه، وشفت لهم فعلا المكان ده. وبعد ما فتحوا المشروع بحاجه بسيطه دخلت معاهم، وفي الاخر انا خدت المكان وهم خرجوا. سجلت المكان شركه، ودي كانت نقطه تحول تاني مع ربنا، ان خلاني اعمل الشركه اللي انا كنت بحلم بيها. جاب لي العربيه وبقى في شركه. كانت رحله طويله جدا في صراع ومشاكل نفسيه ما بيني وبين ربنا. صراع دام لمده سنين، ما كنتش فاهم ايه فكرته او ايه حكمته في اللي بيحصل، بس ما قدرتش افهم ولا وصل غير لما اتقابلت معاه. ولما اتقابلت معاه لقيت نفسي ندمان على حاجات كتير قوي فوتها. انا كنت غلطان، لان في حاجات اساسيه كنت المفروض اتعامل بيها معاه. عشان اتقابل مع ربنا لازم اعرفه كويس، ولازم يكون بيني وبينه علاقه قويه جدا. وكنت فاكر ان هقدر اعمل اي حاجه لوحدي، وده كان فشل مني، لان انا مش هقدر اعمل اي حاجه من غير وجود ربنا في حياتي. لما بدات اتقابل معاه واعرفه كويس
والغي من حياتي فكره القضاء والقدر والنصيب اللي الناس كانت دايما بتقولها لي في ودني، بدات اشوفه، بدات حياتي تتغير تماما. بدات افهم ان كل اللي فات اللي هو كان بيعمله معايا ده كان سايبني اتصرف انا لوحدي عشان انا اللي ممرر حياتي. فهو بيخرج من الجاف حلاوه. هو اللي غير كل اللي فات اللي كان في صراع نفسي ما بيني وما بينه، واللي انا شايفه كان سلسله الام وعذاب، غيره بالنسبه لي الفرحه وابتسامه وتميز، وخلاني شخص متميز وقوي جدا قادر اعمل اي حاجه. قدرت انجح بيه عشان اتقابلت معاه. قدرت اكون حاسس دلوقتي بنفسي جدا، قد ايه انا فخور بنفسي. وبدأ كل واحد بجد يعني يتقابل مع ربنا ويقرب من ربنا ويعمل علاقه قويه جدا من ربنا، مهما كانت ظروفك صعبه، مهما كانت هتمر بايه. صدقني الصعب جدا وانت بعيد عنه، الطيبه والحنيه والحب هتلاقيها وانت معاه. جرب ومش هتندم. خلي علاقه قويه جدا ما بينك وبين ربنا وتقابل معاه، صدقني هتتعافى. اللؤى أصل الحكاية.